اكبر كذبه واللي هي المراه القويه المستقله سترونج اندبندنت وومن. هاد الشعار هذا اللي ولا موضه، انا مراه قويه مستقله، انا ما محتاجاش لشي راجل. هاد الجمله وهاد الشعار وليتي كتسمعوه في كل بلاصه. المراه العصريه، المراه المتحرره، المراه الناجحه، كلها سميات جديده لنفس الفكره. هاد الفكره هي انها المراه خاصها تبرهن للمجتمع انها قادره تعيش بوحدها، وانها قادره تخدم بوحدها وتقرر بوحدها وما محتاجه حتى شي واحد. وطبعا كيصوروا لنا هذا النموذج هذا في الافلام وفي الميديا وكيصفقوا ليه في السوشيال ميديا، وكل وحده بغات تبان زعما قويه خاصها تبنى هذا الخطاب هذا، وحتى هي خاصها تبقى تقول نفس الشيء. ولكن خليونا نوقفوا واحد شويه ونسولوا واحد السؤال بسيط: واش هذا الشعار هذا كيعكس الحقيقه؟ واش فعلا المراه تخلقات باش تصارع الحياه بوحدها؟ اهم حاجه هو واش هاد الاستقلاليه بالمعنى اللي كيروجوا ليه اليوم هي اللي غادي تحقق ليها السعاده الحقيقيه، ولا انهم كيبيعوا للمراه واحد الوهم كبير ولكن مغلف واحد الغلاف زوين؟ خليونا نكونوا واضحين ونهضروا بالمنطق البيولوجي والنفسي قبل ما ندخلوا في شي حاجه اخرى. المراه بطبيعتها الفطريه وبالتركيبه ديالها الجسديه والنفسيه هي مخلوقه باش تكون تحت حمايه رجل، وهذه راه ماشي اهانه، وهذا الشيء ماشي تقليل من القيمه ديال المراه. هذه راه حقيقه بيولوجيه. المراه كتحمل، كتولد، كترضع، كتربي، وهذا الدور هذا باش ديرو راه خصها واحد الحمايه، راه خصها واحد الامان، راه خصها واحد الاستقرار. ما يمكنش دير هذا الدور هذا وهي داخله في واحد الصراع وواحد المنافسه يوميه. المراه اللي كتخدم النهار كامل راه كتصارع في البيرو، كتعامل مع المدراء والزملاء والكليان، كتسافر وكدير اجتماعات وكتتفاوض، وفي الاخير كترجع لدارها باتري فيبل، وزيد عليها محطمه نفسيا وجسديا، محطمه عاطفيا، وما عندهاش الطاقه للراجل ديالها، وطبعا ما عندهاش الوقت لولادها. اصلا راه ما عندهاش الوقت حتى لراسها، ما قادراش تعطي، ما قادراش دير المهمه الاساسيه ديالها. كتنعس وهي كتفكر في الاجتماعات ديال غدا، كتفيق الصباح وهي عندها واحد القلق من داك البروجي اللي خصو يكمل. فين هي الانوثه في هذا السيناريو؟ فين هي السكينه والطمانينه اللي المراه بالطبيعه ديالها كتوفرها في الدار ديالها والعائله ديالها؟ فين هو الدور ديالها كزوجه وام؟ هذا الدور هذا اللي كيحقق لها فعلا السعاده الحقيقيه. راه المراه ما تخلقاتش باش تكون نسخه من الراجل في العمل، المراه تخلقات باش تكمل الراجل، ماشي باش تنافسه او تبرهن ليه انها بحالها بحال الراجل. دابا خلينا من النظري وخلينا ناخذ واحد المثال ملموس. شوفوا معايا داك النموذج ديال المراه اللي اخرات الزواج ديالها باش انها تبني المستقبل ديالها المهني، قرات وتخرجات وخدمات وترقات وربحات الفلوس، حققت النجاح اللي الكل كيهضر عليه. ولكن ملي كتفيق كتلقى راسها في منتصف الثلاثينات، كتلقى راسها بوحدها وكتقلب على راجل ولكن ما كتلقاش. علاش ما كتلقاش في هذا السن هذا؟ لان الرجال بطبيعتهم ما كيبغيوش المرأة الناجحة بالمعنى المهني ديال الكلمة. الراجل كيبغي المرأة الأنثى الرقيقة المتفرغه، ديك المراه اللي غادي ترد الدار ديالو جنه لتسكنوا اليها. هو بغى داك السكن اللي غيدخل لدارو وغيلقاه ديك السكينه. ولكن المراه بين قوسين الناجحه ملي غيدخل لدارو ما غيلقاش هادشي. المراه غادي تجي محطمه من الخدمه، مشغوله بالطموحات ديالها، غيبقى يحس انها كتنافسو وكتقارن الصالير ديالها مع الصالير ديالو. الراجل الحقيقي كيبغي ان المراه ديالو تحترم القوامه ديالو والمكانه ديالو. الراجل ما كيبغيش المراه اللي كتشوف فيها هو داك المنافس ديالها ولا انها هي احسن منه. وحتى كاع الا تزوجات الاحصائيات كتقول لنا حاجه واضحه: اغلب حالات الطلاق كتكون بطلب من النساء ماشي من الرجال. وشكون هما هاد النساء هادو؟ الغالبيه العظمى من هاد النساء هادو اللي كيطلبوا الطلاق كيكونوا من المستقلات القويات. هادو ما كيقدروش يتأقلموا مع الجو ديال الزواج، ما كيتقبلوش شي حاجه سميتها ان الزوج عليه درجه عليا وخصني نطيعو، ما كيحملوش ان الراجل هو يكون صاحب القرار، ما كتصرتش ليهم. المرأة المستقلة ملي كتزوج خاصك تعرف انها كتدخل للزواج بنفس المنطق بحال داخله للخدمه، المنطق ديال المساواه ما بين الزملاء والزميلات، المنطق ديال الشراكه، حنا مشاركين في كل شيء، المنطق ديال انا عندي حتى انا راي، حتى انا عندي عقل، حتى انا بحالي بحالك. وهذا الشيء ما خدامش في الزواج لان الراجل كيبغي يكون هو القائد ديال العائله ديالو، وهي كتبغي تشارك في الصغيره والكبيره، بمعنى انها كتبغي انها مره تفرض الراي ديالها. الراجل كيبغي ان المراه
كطيعوا طبعا في المعروف. والقوية المستقلة كتشوف الطاعة إهانة وتبعية عمياء. الراجل كيبغي ان مراته تهتم بدارها وبالاولاد ديالها، ولكن هي ما تقدرش دير هذا الشيء لانها مشغوله بالكارير ديالها وبالطموحات ديالها. الراجل كيبغي انها تحترم القرارات ديالو، ولكن هي كتستمتع انها تجادل معاه في كل صغيره وكبيره. علاش؟ باش انها تثبت انها حتى هي راه عندها عقل وكتفكر وماشي غير تابعه. والنتيجه ديال هذا الشيء هي الصراع. تيتصنع عندنا واحد الصراع مستمر على السلطة داخل البيت، واحد الصراع على القرار، شكون غياخذ القرار، واحد الصراع على شكون اللي غادي يفرض الرأي ديالو على الآخر. وفي الأخير المرأة القوية المستقلة كتنفجر وكتقول ديك الكاسيطة اللي كلهم حافظينها: انت ما كتحترمنيش، انت متسلط، انت بغيتيني نكون سجينة عندك، انت بغيتيني نكون عبدة عندك، وكتطلب الطلاق وكتظن راسها بأنها بالطلاق ديالها كتحرر نفسها. كتشوف داك الطلاق وكأنه تحرر من دوك القيود وداك الظلم اللي مارسوا عليها داك الراجل. الصديقات ديالها اللي بحالها مطلقات طبعا كيصفقوا عليها وكيشجعوها، تيقولوا لها: ما شاء الله عليك، انت قويه، انت ما تستاهليش شي راجل اللي يعاملك بحال هكا. وفي الاخير كتطلق وكتمشي فرحانه بهذيك الاستقلاليه ديالها اللي ربحاتها، وكتحس بواحد اللحظه ديال الانتصار وواحد اللحظه ديال التحرر. ولكن من بعد واحد المده، من بعد ما يتسالى هذاك الغضب وكيبرد، ومن بعد ما يبقى ينقص هذاك الصوص ديال الصديقات اللي كيطمنوا فيها، من بعد ما كيتسد عليها الباب ديال دارها وكتلقى راسها بوحدها في واحد الدار خاويه، كتبدا تصارع مع الافكار ديالها وكيبدا الندم يدخل ليها من كل جهه. كتبدا تفهم انها هدمات دارها بيديها، كتبدا تحس انها خسرات واحد الراجل ممكن ما كانش مثالي، ولكن كان واحد الرجل مسؤول وكان باغي يكون القائد ديال الاسره ديالو، ماشي باش يظلمها او يهينها. عاد كتبدا تفهم ان اللي كانت كتظن انه تسلط راه هو كان في الحقيقه رجوله ومسؤوليه. عاد كتبدا تفهم ان داكشي اللي كانت كتشوفه هي قيود راه كان في الحقيقه حمايه ليها واهتمام بها. ولكن الوقت فات، ولات مطلقه، وسواء بغات او كرهات، سواء بغينا او كرهنا، راه هاد الكلمه ديال المطلقه كتحمل واحد الوصمه اجتماعيه، واحد البلاكه اجتماعيه، وكتجيب واحد التعاسه نفسيه، وكتولي كتقلب على نفس الحاجه اللي رفضاتها ودمراتها. كتقلب على الاستقرار، على العائله، على شي راجل اللي يحميها. ولكن في هاد المره هادي الفرص كتولي قليله، السوق ديال الزواج كيتغير، وهي دابا راه ما بقاتش هذيك الشابه الصغيره اللي كانت شحال هادي، دابا راه ولات مطلقة وعندها تاريخ. والخلاصة خليونا نكونوا صريحين بزاف، هي أن شعار المرأة القوية المستقلة هو واحد من أكبر الأكاذيب اللي بعتها الحضارة الحديثة للمرأة. راه القوة الحقيقية ديال المرأة راه ماشي في المنافسة مع الرجال في سوق العمل، القوة ديالها راه ماشي أنها تبرهن أنها بحال الراجل، القوة ديالها راه ماشي في أنها ترفض القوامة والحماية، راه القوة الحقيقية ديال المرأة في الأنوثة ديالها، في ذاك الدور ديالها كزوجة وكأم. القوة ديالها في السكينة اللي كتعطيها للعائلة، في الحنان اللي ما يقدر حتى شي واحد يعطيه من غيرها. التحدي ديالنا اليوم هو أننا نواجه هاد الأكاذيب، أننا نكتشفوا هاد الشعارات الزائفة، وأننا نرجعوا للفطرة، للطبيعة، للتوازن الحقيقي بين الرجل والمرأة. ماشي توازن الصراع، ولكن توازن التكامل والاحترام والأدوار الواضحة. الآن غادي نتكلم على الواقع المرير، غادي نتكلم على الثمن الحقيقي اللي كتدفعوا المرأة اللي صدقات وتيقات هذيك الكذبة الكبرى ديال الاستقلالية والقوة وسترونغ اندبندنت وومن. دابا غادي نهضر على المطلقات وعلى الأطفال اللي هما ضحايا ديال الطلاق. إلا شفتي أغلبية ديال المطلقات الآن غادي تلقى حاجة وحدة اللي مشتركة بيناتهم، الغالبية العظمى منهم من النساء اللي تيقولوا على راسهم قويات ومستقلات وطموحات، هادوك اللي اكتسبوا الصفات ديال الذكورة، هادوك اللي ما كيتقبلوش شي حاجة سميتها يطيعوا الزوج ديالهم، هادوك اللي كيشوفوا في الزوج منافس ما كيشوفوش فيه هو أنه القائد ديال الأسرة. هاد النوع بالضبط هما اللي كيدفعوا الثمن غالي، وطبعا ما كيعترفوش بها قدام الناس. الحقيقة المرة هي أن المطلقة اللي هي قوية ومستقلة راه كتعيش في واحد الشقاء، ولكن طبعا ما غتبين لكش هذا الشيء في مواقع التواصل الاجتماعي. كتنشر تصاورها وهي كتبتسم وكدير منشورات على القوة الداخلية وعلى حب الذات وعلى البدايات الجديدة وعلى أنا ما محتاجة لتا شي واحد. كتنشر تصاورها في المطاعم، في السفريات، اللقاءات مع صحاباتها، ولكن خصك تعرف بأن هذا الشيء كامل مجرد قناع، مجرد واحد الواجهة زائفة. هذه فقط واحد المحاولة يائسة باش تقنع راسها قبل ما تقنع الناس
انها هي سعيده. ولكن في الليل ملي كيتفضوا كتبقى بوحدها في الدار خاويه، راه كتحس بالوحده القاتله، كتحس بالندم اللي كيقطعها من الداخل، كتحس بواحد الفراغ عاطفي اللي ما كتقدرش تعمره لا بالوظيفه لا بالفلوس ولا بالصحابات، هذوك الصحابات اللي غير كيشجعوا على الوهم ديالها. وكتحس انها ضيعت شي حاجه اللي هي كبيره، حاجه اللي هي صعيب انها ترجع ليها، العائله، الاستقرار، الدار اللي فيها راجل وفيها واحد الدفء أسري. ولكن المشكل الحقيقي والكارثة الكبرى ماشي هي التعاسة ديال المطلقة بوحدها، المشكل الحقيقي هو إذا كانوا عندها أولاد. هذوك الأطفال خاصنا نسميهم بالاسم الحقيقي ديالهم، أيتام الطلاق، أيتام وخباهم حي ولكن خارج من الصورة، مهمش ومحروم من الولاية ديالو على ولادو، محروم من الدور ديالو كأب، محروم من الحق ديالو الفطري في التربية والحماية. حاول تخيل معايا هذا المشهد المأساوي، واحد الأب كيحب الولاد ديالو بزاف، كيبغي يربيهم على الفطرة، كيبغي يعلمهم الدين والأخلاق، كيبغي يحميهم من الانحراف والضياع، كيبغي أنه يكون قدوة وسند ليهم، ولكن ما عنده والو من هادشي، ما يقدر يدير حتى شي حاجه من هادشي، فقط كيزورهم شي ساعات قليله في كل سيمانه. وهادشي طبعا اذا سمحت ليه هاد المطلقه انها تشوفهم لانها حاقده عليه، وهادشي الا ما كانتش خسرات ولادو عليه وكرهات ولادو فيه وصورات لهم ان الاب ديالهم هو السبب في هادشي كامل وهاد الطلاق وهاد الفراق. اما بقيه الوقت 90% من الحياه ديال هاد الاطفال هادو راه كيكونوا تحت السيطره الكامله ديال الام المطلقه، واحد الام اللي غالبا كتكون غاضبه، الام اللي كتلقي باللوم في الفشل ديال العلاقه الزوجيه غير على باهم، وكتصور لهم باهم على انه خايب ومتسلط وما كانش كيقدرها وكان هو السبب في الطلاق. الدراري كيكبروا وما كيسمعوا هذا السم من عندها ومن عند عائلتها، كيسمعوا التشويه المستمر للصوره ديال باهم، كيفقدوا الاحترام ديالهم للاب ديالهم وكيفقدوا الارتباط العاطفي معاه، واخطر شيء هما كيفقدوا القدوة الذكورية اللي محتاجينها في الحياة ديالهم. والأب واقف عاجز مكتوف للدين، كيتفرج في الأولاد ديالو كيتدمروا قدام عينيه وما كيقدر يدير والو، ما كيقدرش يربي، ما كيقدرش يوجه، ما كيقدرش يحمي، فقد الولاية الشرعية ديالو، فقد الدور ديالو كقائد للأسرة، فقد أطفاله حتى ولو كانوا عايشين. وهذا الشيء راه ماشي ظلم غير ليه هو، هذا ظلم للدراري أنفسهم اللي محتاجين لباهم. والنتيجة ديال كل شيء هذا الشيء أطفال محرومين من الدفء الأسري، محرومين من الأب والأم معا في دار وحدة، محرومين من الاستقرار النفسي والعاطفي اللي هو حق من حقوقهم، كيكبروا مشوهين عاطفيا، حائرين، ضايعين، وكيوليو فريسة سهلة لكل أنواع الانحرافات الإباحية اللي منتشرة في كل مكان، المخدرات، الإلحاد، الشذوذ، التمرد على كل شيء. وعلاش؟ لأن الأم المطلقة مهما حاولت، مهما كانت قوية ومستقلة، ما تقدرش تكون الأب والأم في نفس الوقت، ما تقدرش تعطي للدراري الحزم اللي كيعطيه الأب، ما تقدرش تعطيهم القدوة الذكورية اللي محتاجينها في حياتهم، ما غاديش تقدر أنها تعوض الفراغ الكبير اللي كيخليه غياب ديال الأب. والأب طبعا في هذه الحالة حتى هو ما كيقدرش يكون عنده تأثير في ولاده بواحد الزيارة اللي هي ساعات قليلة في الأسبوع، ما يمكنش يكون عنده تأثير بواحد الاتصال هاتفي ديال ألو لاباس عليك بخير شنو درتي اليوم. هذه راه هي الكارثة الحقيقية ديال المرأة القوية المستقلة، ماشي غير التعاسة الشخصية ديالها هي بوحدها، ولكن تدمير جيل كامل من الأطفال. كنهدموا المجتمع من الأساس، كنهدموا البنية الأسرية، كنخليو الأب يفقد السلطة ديالو، يفقد الولاية ديالو، يفقد القدرة ديالو على الحماية والتوجيه، وكتولي المطلقة هي اللي كتقرر في كل شيء، الأخلاق ديال الدراري، التربية ديالهم، التعليم ديالهم، اللباس ديالهم، الميول ديالهم، كل شيء. والأب ولا مجرد دافع نفقة، واحد الزائر، واحد الضيف كيشوفوه ولا كيشوفهم واحد شويه ديال الوقت، واحد الشخصيه اللي هي هامشيه في الحياه ديال ولادو. ومن بعد هادشي كامل كيجي واحد كيقول لك المراه عندها الحق في الطلاق، المراه حره في الاختيارات ديالها. طبعا عندها الحق في الطلاق شرعا في بعض الحالات المحدده، في حالات ديال الضرر الحقيقي اللي كيحددو شي واحد اللي هو عادل، في حالات ديال الظلم اللي هو واضح وباين. ولكن ملي كيولي الطلاق حل لواحد الخلافات اللي هي بسيطه وتافهه، وملي كيولي هذا الطلاق هذا مجرد سلاح كتخرجوا للمراه وقت ما عجبهاش الحال، وملي القوانين كيردوه واحد الخيار اللي هو ساهل وكيشجعوا عليه طبعا في التلفازه، الصديقات، المجتمع، مواقع التواصل الاجتماعي، المجتمع المنحرف، راه كنوليو
قدام واحد الكارثه حقيقيه، كارثه ما كتدمرش غير المراه بوحدها، راه كتدمر حتى الراجل وكتدمر واحد الاطفال ابرياء، وبالتالي راه كتدمر واحد المجتمع كامل. كنخلقوا مجتمع بلا عائلات مستقره، مجتمع بلا اباء حقيقيين، مجتمع فيه نساء مطلقات كيربيو جيل ضائع محروم من التوازن اللي كيجي من وجود الاب والام في اسره في بيت مستقر. شنو هو السبب وشنو اللي وصلنا لهذا الطلاق وشنو اللي وصلنا لهذا الشيء كامل؟ هو فكرة المرأة القوية المستقلة، كتكون خدامة وكتعتبر راسها شريكة وماشي تابعة للزوج ديالها، كتولي زاهدة فيه وما كتحسش انها محتاجة ليه، كتحس بالامان في الفلوس ديالها ماشي في الزوج ديالها، وكتحس بان دوك الفلوس كيعطيوها واحد القوة، واحد الاستقلالية اللي قادرة انها تخلى على هذا الزواج هذا. هاد الفلوس هادو كيغيروا الشخصية ديالها، فكتبدا كتجادلو كتعارضو كتفرض الرأي ديالها في كل شيء. الراجل مسكين كيلقى راسو في صراع دائم، ماشي في علاقة ديال سكن ومودة، كيلقى راسو في واحد الزواج فيه التحدي المستمر، المنافسة، الجدال، ما كيلقاش واحد الزواج فيه احترام والطاعة في المعروف والتكامل بيناتهم. فبالتالي كيبداو يتولدوا مجموعة من المشاكل، وهاد المشاكل كيكونوا سبب في الطلاق، وهذا الطلاق كيدمرها وكيدمروا، وطبعا كيدمر حتى الوليدات. والخلاصة قاصحة بزاف، واللي هي ان المرأة القوية المستقلة اللي كانت هي السبب في الطلاق راه ماشي هي ضحية، اللي هي راه شاركة في هذه الجريمة. هذه جريمة في حق راسها بعدا هي الاولى، وفي حق راجلها اللي طلقاته. طبعا الطلاق غادي يدمره ماليا ونفسيا، والاخطر من هذا الشيء كامل هو جريمة في حق هذوك الوليدات مساكين اللي حرماتهم من دفء الاسرة، من الاب ديالهم، من واحد العائلة مستقرة. احنا كمجتمع خاصنا نوقفوا هذا الجنون، خاصنا نرجعوا للفطرة، نحميوا العائلة، نرجعوا للاب السلطة ديالو والولاية ديالو، ونرجعوا للمرأة الدور ديالها الحقيقي. هذيك الزوجة الصالحة، الأم الحنونة، ماشي ديك المنافسة العنيدة اللي كتهدم دارها بيديها تحت شعار المرأة القوية المستقلة Strong Independent Woman.